بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. طبيعة المجتمعات الغربية وثقافتها بتختلف بشكل كبير جدا عن طبيعة وثقافة المجتمعات العربية المسلمة، سواء من ناحية الثقافات المجتمعية أو الأسرية، واللي من قبلهم طبعا الدينية والتعاملات والمعاملات. مع تزايد وجود أعداد كبيرة جدا من المسلمين في بلاد الغرب، بتتزايد معاهم كمان تحديات في المجتمعات دي، وخاصة المرأة المسلمة، واللي بتواجه طبعا تحديات كبيرة جدا من ثقافات دخيلة عليها ودخيلة على أسرتها وعلى أبنائها، وإن هي ما بتبقاش عارفة في البداية إزاي تتعامل وتواجه التحديات دي وتقدر تتخطاها. بعض التحديات المرتبطة بالدين تكلمنا عنها في حلقة سابقة، وشوفنا ازاي تقدر تواجهها المرأة المسلمة في الغرب. ولكن النهاردة احنا نتكلم على أنواع أخرى من التحديات، زي التحديات الثقافية، واللي بتمثل مشكلة كبيرة جدا جدا للمرأة المسلمة، لأن ثقافات بعيدة جدا عنها وعن عاداتها وعن تقاليدها وعن قيمها. ايه هي التحديات دي وازاي تتخطاها؟ العديد من التحديات الأخرى اللي هنناقشها إن شاء الله مع الأستاذة حنان محمد صالح، الكاتبة والناشطة الحقوقية. السلام عليكم يا أستاذة حنان، وأهلا ومرحبا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذة ندى. أهلا وسهلا بحضرتك. في الحلقة السابقة اتكلمنا عن التحديات الدينية، ما هي وما أبرزها وإزاي تواجهها المرأة المسلمة في الغرب. طيب، نستكمل مع حضرتك حديثنا اليوم، وبداية عن التحديات الثقافية. إيه هي التحديات الثقافية اللي بتواجه المرأة المسلمة أو الفتاة المسلمة في الغرب، وإزاي تقدر تواجهها وتتخطاها؟ طيب، عندنا التحديات الثقافية. القيم الغربية مختلفة زي ما قلنا، حتى يعني في أوروبا، غرب أوروبا يختلف عن شرق أوروبا. فالقيم مختلفة في الغرب. حقوق الإنسان أو الحريات اللي هم بيطالبوا بيها وفقا لرؤيتهم، هذه الرؤية ممكن ما تناسب الجميع في العالم. فهي وفق لرؤيتهم هذه تحديات القيم اللي هم يطالبوا بيها. مثلا بنشوف حاليا حرية العلاقات، حرية المرأة الغير محدودة، وحرية حتى الطفل إنه يختار جنسه والأشياء دي. هذه قيم بالظبط جديدة، بالظبط. مم. هذه مختلفة. فهذه القيم زي ما قلت لك، يعني في بعض القيم كمان هو المجتمع الغربي كأسر بتواجهها صعوبة وتحديات لها. فما بالك أنت كمجتمع، كعائلة مسلمة أو كامرأة مسلمة جاية في هذه المجتمعات. زي ما قلتي في الأول، إذا أنت كبيرة تقدر إنك تتعاملي. لكن أول شيء إنه الواحد، هذه مشكلة أنا بشوفها في البعض، تكون منبهرة كل شيء غربي هو رائع، كل مم. شيء غربي هو الصح. لا، بالظبط لهم وما بالظبط. عليهم. هما شايفين ان لهم وما الغرب عليهم، نحن وامريكا عندنا ان نفس هما الشيء. يعني اعلى حاجة، وان هما اساس الثقافة والعلم والتقدم وكل شيء، بحالة من الانبهار الغريب. يا وهذه هي المشكلة اللي هم يؤدي ذلك إلى الانصهار. وهذه مشكلة. لا، الغرب له وعليه. في شيء جيد حناخذه، والشيء السيء نبتعد عنه. انت انت كمان كامرأة مسلمة جاية من مجتمعات في عندك محاسن كثيرة وقيم كثيرة جميلة وفاضلة. يعني فأنت لا تنبهري بس إنه الغرب ده كل شيء فيه جميل. لا، أول شيء زي ما قلت إنك تيجي أنت بخلفية إنك تعرفي نفسك أنت جاية من أي قيمة، من أي خلفية، تكون معتزة بدينك، بثقافتك، بتقاليدك، بعيوبها بمحاسنها. أنا هذه بنت البيئة ذي، مم. فأنا أكون عارفة عشان أقدر يكون عندي توازن. عندنا مثلا في بيئاتنا عندنا احترام الكبير، تقديره. يعني هنا للأسف دول الغرب نشوفها إنه
دور العجزة منتشرة، جدا لأنه خلاص جدا. الشاب في التربية هو من طفله بيحطوه في الروضة كم ساعة، ومن هناك المدرسة نفس الشيء حيجلس كم ساعات. فهي الأم تكون إيش بعيدة عن الطفل، خلاص عودوهم على البعد. زي ما قلت لك هنا عندهم الفردية، كل واحد فرد لحاله. امم. انت يا ام يا اب دوركم انكم تربوا هذا الطفل لفترة معينة، وبعدين هو يشيل حياته ويبعد عنكم، خلاص بالظبط، انتم تعيشوا ويسيبهم ويروح يعيش في لحاله. مكان تاني، فما عندهمش دفء الأسرة. الأسرة اللي الإسلام بيحس عليها، اللبنة الأولى للمجتمع، هي مش موجودة عندهم. مو موجودة، وفي محاربة لهذا الشيء يعني. هم زي ما قلت لك حتى هم بيعيشوها بالتحدي، مم. محاربة بناء عشان كده الأسرة، لو تلاحظي تكوين يا أستاذة الأسرة. حنان إن الغرب دائما بيضع الأسرة المسلمة يعني أمام عينه في الأمم المتحدة، المواثيق الدولية، الأمور دي كلها عايزين يفككوا الأسرة المسلمة ويهدموها، بداية من الأم. بيبدأوا بالمرأة، لأن هي لو لا قدر الله سقطت فبتسقط الأسرة كلها. هم شايفين هم ما عندهمش أسر، ما عندهمش قيم وعادات وتقاليد، فبالتالي عايزين الأسرة المسلمة تكون زيهم بالشكل ده. لا شوفي، أنا أقول لك هذا الشيء. حتى هم المجتمعات الغربية هذه بيواجهوها، لأنه هذه أنظمة دولية وأجندات بتعمل على سيطرة ثقافة واحدة، اللي هو أكثر شيء رأسمالية والليبرارية. فعشان يطبقوا الرأسمالية دي لازم إنه المرأة دي تشتغل كم ساعة والأب يشتغل كم ساعة، فالطفل حيكون بعيد عن هذا الأسرة. فهنا صار مم. تفكك. فهم حاربوا وما زالوا، يعني المجتمعات الغربية بتعاني. فأنت مم. لما تيجي في دي المجتمعات زي ما قلت، أول شيء لا تنبهري، حاولي إنك تحافظي على أسرتك. علمي الطفل من صغره الأساسيات، لا تقولي لا هو ابن هذا المجتمع. حتى لو كان ابن هذا المجتمع، بس انت علميه قيمك اللي هي القيم الجميلة. زي ما قلت مم. الغرب مم. له وعليه، يعني في ايوه. قيم نحن جيناها يعني فاضلة وجميلة، فلازم نحن ايش نغرس هذا القيم في هذا الطفل، وناخذ القيم الجميلة من هذا المجتمع الغربي اللي نحن عايشين فيه كمان، انه يكون فيه توازن. تربية الأبناء زي ما قلت لك في المدارس وكل شيء، أول شيء الأم لازم يكون عندها وعي، تحاول إنها تقرأ هذه المدارس إيش المواد اللي بيعطوها، القيم اللي بيعطوها. إذا في إمكانيات تروح هذه المدارس، تجلس هناك وتشوف، تطلع، يكون عندها ثقافة. لأنه هذه العزلة كمان أحيانا الأمهات ما يعرفوا المعلومات والمناهج الدراسية، مم. هذه مشكلة. اه. آه نفس الشيء زي ما قلنا، دائما أنا بقول لهم وعليهم. فنحاول ناخذ إيش الشيء الجيد، مم. ما الشيء اللي يناسبنا، ما يناسبنا نحن، يناسب مو كل شيء عاداتنا يناسبنا. وتقاليدنا وثقافتنا، احنا ننتقي. يا ننتقي، مو انه كله عشان هم قالوا لازم نحن نقول امين ايوه. ونقبل به، لا. ايوه بالظبط. تمام. طيب، دي التحديات الثقافية. طبعا احنا عارفين ان هم بيحاولوا يحطموا اصلا الثوابت الفكرية، يحطموا القيم والاخلاقيات للمجتمع العربي وللمجتمع المسلم، وبالتالي يخلوهم ينخرطوا معاهم في طباعهم وعاداتهم وتقاليدهم، علشان يمحوا تماما الهوية العربية المسلمة. طيب، انتهينا من التحديات الثقافية وعرفنا ايه هي، ولكن ازاي بقى المهم جدا يا استاذه حنان، ازاي اقدر اواجه التحديات دي، خصوصا ان هي تحديات كبيره جدا، وانا لوحدي في وسط التيار كما يقال. اواجه تحديات زي كده ازاي، خاصه بالافكار، بالثقافات، بالابناء، بالامور دي؟ طيب، لما أول قلت نفس الشيء انه صار الموضوع اختلف. يعني اول كانت الشاب او الرجل للعمل كان يتغرب، او المرأة وهكذا. فبعدين بدأ تكوين الأسرة والأطفال. مم. فصار الموضوع إنه هذول الأطفال كمان كبروا وبدأوا يكونوا أسرة ثانية. فصار 3 أجيال ربما في الغرب.
حاليا ربما وصلوا لثالث جيل أو رابع جيل، فمعناته صاروا مواطنين في الدول هذه الغربية. طيب في كان أرلاندو، على ما أظن اسمه أو شيء، أنا ما بأغلط اسمه، بس الهولندي اللي كان عامل حملة ضد الإسلام ومن ثم أسلم. فهذا قال الغرب فاهم زي ما قلنا عشان يحسن، هو شايف إنه يحسن نفسه المجتمع الغربي عشان يحافظ على قيمه، خايف من المجتمعات الإسلامية، فهم عاملين دراسة إنه ينشروا شيء اسمه الإسلام اللي هو الوسطي المعتدل. تمام. اللي ما هو يكون فيه ملوش علاقة تشدد بالإسلام، هم عايزين يعني ياخدوه من جذوره، طبعا من أساسياته وقيمه بدعوى الإسلام الوسطي. هو ملوش أي علاقة بالإسلام. طبعا طبعا. فهذه تبدأ بادئة تنتشر، فهمت؟ فإنه أي شيء لما تيجي تناقش أحيانا حتى مجتمعات مسلمة وكذا يقولوا لك طب أنت في الغرب، أنت في أوروبا، أنت طب يعني أنا حترك ديني وأصلي وفصلي عشان أنا في الغرب؟ مو حلو إني أنا في الغرب وأحافظ. فأنت يا امرأة لا تحس نفسك أول شيء إنك أقل مهما كانت بيئتك. يعني أحيانا تيجي أنت لجوء أو هجرة، فأنت حتيجي تقولي فعلا في اختلاف في الحضارة المدنية والأشياء دي والتعامل عن البلاد اللي نحن جينا فيها. هم ربما عندهم طفرة في الحضارة والقيم سبقونا، لكن نحن عندنا كمان أمور خاصة بنا، قيم نعتز بيها، نفتخر بيها. فأنت أول شيء لا تشوفي نفسك أقل من هذا المجتمع أبدا. أنت لك قيمك وعندك خلفيتك بمحاسنها بمساوئها بجمالها بكل شيء. أنت لك أول شيء كوني فخورة بما من أنت، كوني فخورة. أنا مسلمة من بيئة مسلمة، جاية من خلفية من بلاد بعيوب باللي فيها. أنا ما هقول إنه بلادنا ما شاء الله وقيمنا أحسن شيء، لا، بس أنا فخورة بنفسي. فأنا لما أحترم نفسي الآخر حيحترمني. بالضبط، هفرض احترامي عليه. اعرفي نفسك واحترميها وسوي حدود بكل شيء، لا تنبهري بكل شيء. أول شيء نفس الشيء، بعدين أدرس اللغة. في أمهات للأسف في بعضهم يجيبوا يعني الرجل هو يجيبها لم شمل، تكون زوجة، الزوجة تدخل في البيت ده تنجب طفل طفلين وهكذا. هي دحين جاية من خلفية إنه المرأة بيتها وخلاص، والرجل هو اللي يقوم بالعمل ويخرج وكل شيء، حتى إنها ما تكلف نفسها إنها تتعلم اللغة أو القوانين وكذا. لا، في بعض الرجال للأسف يكون عندهم هاجس، يخافوا إن المرأة دي لو عرفت القوانين وحقوقها وكذا إنها حتتركه، فيحاول إنه يعزلها وهي تستسلم، إما جهلا أو رضا. وهذه أكبر خطأ. يعني أنت في عبارة مصرية تقول لك إيش؟ حرص لا إيه؟ لا تخون. حرص ولا تخون. أنا مصرية عشان كده أنا هقول لك كل الأمثال البصرية. فأنت جاية في مجتمع أوكي، هذا الرجل اللي جابك له يعني مو إنه معناته هو إنسان فاضل، فما تعرفي. فأنت حرص، تعلم اللغة، قوي نفسك، تعلم اللغة، اعرف القوانين، اعرف حقوقك، اعرف حقوق الطفل اللي لك اللي عليك. لا تعيشي اعرفي قوانين البلد اللي انت عايشة فيها علشان تبقي ملمة بكل حاجة ممكن تحصل. ملمة. انت ما انت عارفة، ربما يمرضي، ربما تطلقي، ربما اشياء كثيرة حتحصل، انت ما انت عارفة. فانت لا تعتمد بس عليه، لا، انت كمان قوي نفسك بنفسك. اتعلمي المجتمع، قوانين هذا المجتمع اللي انت جيتي، اتعلمي او تعارفي على المجتمع، الجيران، البيئة، وهكذا. تداخلي معاهم، سوي أنشطة، شاركيهم، كوني جزء من ذا المجتمع، لا تعزلي نفسك. هذا أول شيء.
عشان مم. تواجه هذه الثقافة. إذا أنا فهمت وعرفت هذه الثقافات وعرفت القوانين وعرفت مم. اللغة، إني أقدر أتواصل معاهم، لأن لما أتواصل معاهم حقدر إني إيش يكون عندنا إيش نقاط مشتركة أو أرضية اه. مشتركة إذا صح التعبير، إنه مم. نتفاهم فيها. طيب، زي ما قلنا، أندمج دون الانصهار. أندمج إنه بحيث أن أحافظ على نفسي وعلى قيم وكل شيء، وأكون جزء فاعل في هذا المجتمع اللي أنا عشت فيه واللي مم. حأعيش فيه. تمام. هذا مهمة. طيب احنا اتضحت الصورة معانا من التحديات الثقافية وازاي نقدر نواجهها. أخيرا وسريعا قبل الختام يا أستاذة حنان، خلينا نتكلم عن جانب ممكن يكون مشاعري شوية، له علاقة بالنفسية، له علاقة بالحياة الأسرية. ماذا لو تعرضت المرأة المسلمة وهي في الغرب لوحدها في بلد الغربة لمشاكل أسرية؟ لمن تذهب؟ زي ما بنقول بالمصري كده، هتفضفض لمين؟ هتحكي لمين؟ ماذا لو انفصلت زي ما حضرتك قلتي؟ الحياة هتكون عاملة ازاي؟ هي ما عندهاش رفاهية انها تقدر ترجع تاني بلدها، اندمجت وعاشت في المجتمع وبقى ليها عملها الخاص، مرت بصعوبات نفسية كبيرة جدا. ازاي تقدر تواجه وتتخطى المشاكل الأسرية دي؟ إيه. قبل هذه، زي ما قلتيها، قبل ما تقع هذه المشاكل، زي ما قلت، أول شيء لازم إنه تحاول تعرف اللغة والقوانين والمجتمع. أنا مصرة إني أكرر هذه الكلمات لأنه مهمة، لأنه كثير يعني كثيرات بيعانوا وبيقعوا في مشاكل أخرى، ومشكلة تجر مشكلة بسبب إنهم عدم معرفتهم باللغة، عدم معرفتهم بالقوانين. صح. فهذا أول وحدة لازم إنك تعرفيها. ثاني شيء، أنت جاية مع أسرتك أو إنك جيتي وكونتي أسرة. الأسرة دي في كل مجتمع يعني لها يعني أنت عارفة العلاقة الزوجية ما هي سهلة، مم. ولا إنه تربية الأبناء ما هي سهلة في أي مجتمع، فمن مم. بالك في المجتمع الغربي. فأنت حاول إنك تحافظي على أسرتك. مم. حتى لو عندك مشاكل أنت وزوجك، تحاولي تروحي تتوجه للمراكز الإسلامية، يعني يعطيكي نصائح تكون تناسب قيمك الإسلامية والدينية والشرقية اللي أنت جاية منها، مم. وتقدري تعيشي بيها كمان مع القيم الغربية اللي أنت عايشة فيها. هذه واحدة. تكون يعني حتى أنت لما تيجي على قولك تفضفضي، فضفضي لأشخاص فعلا يكونوا يعني فاهمين المجتمع. خبرة لأنه للأسف في ومؤتمنين. بعض السيدات، مم. لا، في بعض السيدات مثلا لأي طرف تكون هي اتطلقت أو عايشة لحالها أو شيء، أول كلمة تقولها لوحدة مثلا تقول زوجها عنده مشكلة يعني مقصر معايا أو شيء، تقول لا شيخ أنت في الغرب اتطلقي. أول نصيحة تقولها نصيحتك اتطلقي. تعتمدي، أيوة أنت نصيحتك حتعتمد على الرجال وكذا، خلاص اتطلقي عيشي، وهي وفعلا الدولة حتوفر لك وكذا وكذا وكذا، وتشجعها لهذا الشيء. مم. فأنت كامرأة أنت أعرفي لمن تفضفضي، مو لأي وحدة، لأنه لو انفصلتي الحياة مو سهلة، خاصة إذا عندك الأبناء. حتى في مم. الغرب إذا عندك أبناء يعني الطلاق ما يقع بسهولة، يعني يعطوك فرصة 6 شهور سنة في بعض الدول، إنه حتى يكون في مراجعة وصلح ربما بين بالظبط. الزوجين، وهم قاعدين يعطوك كمان إيش فترة. فأنت نفس الشيء، لا تستعجلي للطلاق خاصة إذا عندك الأطفال، لأن تربية الأطفال لحالك في الغرب الأمر مو سهل جدا. صح. صح. يعني فأنت مم. تحسبيها مو عشرات مئات مئات المرات المرات إذا فعلا. تبي تنفصل عن الزوج. مم. إلا إذا كانت الحياة استحالة فهذا موضوع تاني. فزي مم. ما قلنا المراكز الإسلامية تروحي تعرف تفضفضي لمين، حاولي إنك لقدر المستطاع إنك تحل المشاكل الداخلية الأسرية بينك وبين زوجك بجميع الطرق، حتى بالتواصل مع الأهل إذا عندك أهل في نفس البيئة. المجتمع الغربية حاولي إنك تدخلي أهلك وكل شيء، حاول إنك تحافظي على أسرتك إلى يعني قدر المستطاع، إلا مم. إذا الحياة صارت صعبة. طيب، مم. انفصلتي، في تحديات تانية في التربية. اه. حتى انت لا تعزلي، بس في بعض الأمهات مساكين
خلاص لما تتطلق وتاخذ الأطفال دول مم. أحيانا تضطر إنها تشتغل ليل والنهار عشان توفر. بالظبط، وما لو ما بتقعدش طلعت معاهم. الدول عن دول تختلف، مو كل مم. الدول اللي فيها دعم وكل شيء. فهذا حيكون عنده فيه مساحة للطفل، حيبعد عن أمور كثيرة أو حيكون لحاله، وهذه بالظبط. مشكلة ثانية. بالظبط، هترميه فتحديات في حضن كثيرة. الغرب، هترميه في حضن الغربة. يا فأنت حاولي إنه يكون عندك مجتمع زي ما قلنا داعم، بالإضافة إنه حتى لو اتطلقتي من هذا الزوج فهو ما زال أب أبنائك، فخليه محيط حواليه، بلاشي الأفكار الاستغلال والتحدي مم. لحالك وإنك مم. تقدري تعيشي. لا، صعب صعب. أنا بقولها لأنه أنا بشوف معاناة الأمهات المطلقات، لأنه صعب. بالظبط. فأنت خلي الرجل ده نفس الشيء في محيطك، إذا كان مو إنسان مؤذي مم. خليه في محيط أبنائك، لأنه مم. حيساعدك، بيكون في مسافة وكل شيء في التربية، في أنشطة تانية يحتاجها الطفل، فربما هو يأخذ الأب ويجيبه مم. بالحسنى. الحياة تكون بالحسنى، بلاش التشنجات بالظبط. دي. اه. في كمان في بعض الدول مثلا زي كندا وأمريكا يعني هذا التفكير عندهم، إذا مثلا الرجل يكون هو عايش وكون نفسه وعنده بيت وكل شيء، طبعا هنا القوانين الغربية يقول لك إيش، لما تتطلق تأخذ نصف نصف ممتلكات ممتلكاته. الرجل أو شيء. مم. يا أنت دوبك جاية، هو جابك مثلا لم شمل أو شيء، ويا دوب تزوجتي وخلفت الطفل وخلاص صار مشاكل، تبى تتطلق وتقول لك أبى أخذ نصفه بأي حق؟ مع الأسف. دينيا أنت مالك حق كمان. مم. فبلاش إننا نطبق القوانين الغربية زي ما هي بحذافيرها، نحاول إننا مم. نطبقها دينيا، يعني فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان نفس بإحسان. الشيء، بدون إنه ما يكون عندك ظلم. تأخذ الحقوق بالاتفاق، بلاش المشاكل والمحاكم مم. والأشياء دي، لأن هذا بالظبط. كله بيأثر على نفسية الطفل. بالظبط. تمام جدا. فبسلام بأمان الواحد إنه يحاول. مم. مجتمعات متحررة، يعني زي ما قلت لك في بعضهم انصهروا فيقولوا لك تعالي ادخلي علاقات، حرية، نحن في مم. دول حرية وكل شيء. طبعا الحرية في لها سقف، مش بالظبط، معقولة إن أنا الحرية ليها حرية سقف. إني مثلا في فرق أطلع ما بين الدين عن الحرية حجابي عن والتحرر. مم. مبادئي وكل شيء. يعني لازم يكون عندي قيم، زي ما قلت لك إذا احترمت نفسك الآخر حيحترم. إذا بالتأكيد. أنت معتزة مفتخرة باللي عندك الآخر نفس الشيء حيروح يشجعك إنك تروحي مم. تواصلي على هذا النهج اللي أنت فيه. تمام جدا. أنا فنحاول بشكر إننا حضرتك نفهم جدا في أنفسنا. النهاية الأستاذة حنان محمد صالح، الكاتبة والناشطة الحقوقية، على وجود حضرتك معانا وعلى هذا الطرح المميز. ونسأل الله سبحانه وتعالى صلاح الحال والأحوال كلها يا رب لكل نساء المسلمين في كل مكان، سواء كانوا في موطنهم أو كانوا في بلاد الغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا لما يحب الله ويرضاه. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.